لقاكم عدلوا خلونا من المشاكل. عدلوا قال الحرية المرابط والباقية ابوها شو حال شباب اعطوها لهم محمد محمد وين محمد عندنا محمد عندنا مشاكل لا محمد عندنا مشاكل اسمه محمد خلعكم مشاكل شباب خلعكم مشاكل خلعكم دقيقة ما توافقوا ولا احنا نعرف عندنا بلاصة نقوم بينا هنا شوف شعدل شوف بلاصة ما يكونين شوف رجعوا يسلمكم رجعوا هنا ارجع سبوا خلي بشو لا تحوسوا شو صالح الله شباب قاعد تسوي موريتانيا بلا قانون موريتانيا بلا قانون نقز شوي موريتانيا بلا قانون ما يقدر سلاح قاعد ما يقدر سلاح بحيتي ما يقدر سلاح قضوا الله يجازكم قضوا فرد قضوا عن قدرهم لا قضوا ما حق معك قضوا عن قدرهم لا يستفزوك طرتوها هاكم يعملون طرتوها لا تجون بذيك الحال لا يقول لكم نقعسوا وتوه لا تخلوا يجبروا السبب يقول لكم نقزوا خلوا معكم محمد المجرمين في القصور العدالة موريتانيا بلا قانون لا يتكلم شوي ضيف بس تفضل موريتانيا بلا قانون المرابط والباقية حرية المرابط والباقية
المرابط والعدالة. تكلم اسمع تكلم خلينا. اليوم واجبي كالعاده تضامنا مع السجناء الرأي. والله زاد مولي الجماعه المختطفه، احنا قاعد نحتسبوا هذا مختطفه خاطف هذا النظام، وهذا النظام القمعي، هذا النظام العنصري، هذا النظام الاستعبادي على راسه والقزواني وجماعته ووزيره اللي هو وزير العدل والسويدات، ووزير الاخر اللي يقولوا له وزير الداخليه والحويري. هاي جماعه من الاستعباديين، جماعه من العنصريين. هم قاع كانوا سابق قاع يكتبوا لنا اللي جاوا من وزير العدل على تصفيه على كلام قاع تخليب بينه والزعيم برام الدا عبيد. عادوا ضحيته جماعه ايران. جماعه ايران لما يكونوا عليه القوانين اللي سنت الدوله الموريتانيه حول اللي قالوا الاستعباد، بلغوا عن اللي قال له حاله عبوديه، والله حاله تشغيل قاصر، والله حاله استقلالها. عادوا هم الضحيه في السجن وانطلقوا الاستعباديين. لا تقول الدوله الموريتانيه برئاسه الرئيس والقزواني عنها حكومه استعباديه. عندنا القانون اللي يطرحوا حمايه العبيد يخرقوهم وبدل اللي يعدلوا، وهذا وضاح لنا من خلال والدة النوها لا الزمن المعاناة والضعف. نينا مثل ضعفها قبل ثمنتها قالت لي انا قاتل زميلتها. هذه القطعة العرضية يعطى النظام القزواني والدة النوها ومليونين. والدة النوها لها كم في المعاناة، لها كم في الظلم، لها كم في الضعف. هي لو على كانت ما هي ضعيفة ما تعطي متها. غير هذا موضحوا الحكومة الموريتانية وعلى رأسها القزواني عن هاي راي كريه غير كريه ملسه. أرانا واقفين معاصرين رئيس مكتب العراق المرابط المحمود نقولوا عنه راه مظلوم ونكمكم عليه كذا اللي يعدلوا الرئيس السابق اللي هو محمد بن عبد العزيز وعدلوه من والقده زاد هو مولي قبض ملف من جماعه المفسدين اللي يرأسه القزواني وزرق في النفط. لا يقولنا هذا النظام ولا قايلوا قاعد الايرانيين وحدهم قايلوا الشعب الموريتاني عن هذا النظام ما فيه خير، عن هذا النظام نظام فاسد، عن هذا النظام نظام قمعي، وعن هذا النظام يلوث رجال المفسدين والاستعباديين يبجلهم ويكرمهم ويلودلهم للناس اللي تدافع عن الحق، وهذه الناس اللي تلوث للضحايا يعودوا هم الضحايا. وهذا ما شفناه يكون في الدولة الموريتانية. وشكرا. تفضل انت معه. والله تقول القائد اللي انت هو اللي تبقي هو الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. نحن جينا اليوم هون معدلين هذه الوقفه حول الرئيس حركه ايران على مستوى الوهيب والمرابط والمحمود. لا يقولوا له هذا النظام الدكتاتوري اللي النظام غير عادل، اللي عداله غير عادله، قضاة غير عادلين، على انهم ذي الفبركه الهامتهم فبركه ما هي مقبوله. نختار نقول لهم يا الله الناس اللي تسجن ذكيه هم يعرفوا بلدها، وذكيه كل مواطن يعرف بلدها، حتى انهم ما تلاقوا مسولين عن الناس، ما هي الناس السلميه وهم اللي يززوها في السجون، وهم اللي يديروها في السجون. اما الناس اللي تسرق مال العام وتخسر مال العام ومخسره الدوله، متوطئه على قوانينها، متوطئه على دستورها، ما هم شادين اخبارها. نحن جاي نقول لكم هون اعلنا واقفين هون، ما لنا مع حد، ما لنا مع حد يمس الامن، يا غير مع اي مظلوم، يسوى لنا ابيض، يسوى لنا اخضر،
يسوى لنا ادهم، يسوى لنا اسكر. نحن ندور توقف مع حركه ايران، ولا نقول لهم انا حركه ايران هبطت بجدارتها، اعلنها من 2009 الى حتى الان ما قد كبت مويه لا رقاش، وليا ما لا يتعدل اي حركه، ما هو عسكر لها البلد كامل. اني حد يشك على انها معدله انقلاب، والله حركه تعدل شي خاصه. وليا طالبين من الدوله الموريتانيه وطالبين من الناس الخيرين في هذا الوطن اعلنها تنصف الشعب الموريتاني وتوقف مع الشعب الموريتاني وتوقف مع المظلومين. يسوى هما شنو هما، توقفوا معاهم وتقول فيهم كلمه الحق. نختار نقول ملي مره اخرى لما لا يرصفوا على حركه ايران، وهي النوها هذه روايتها واضحه. النوها انتم قلتوا انها ما يخادم، والنوها قلتوا انها ما يقاصر، والنوها ما خالق شيء ما قلتوا انها حمامه المسجد. هي النوها منين كانت؟ كانت تلقاها في موريتان، وكانت تلقاها في درواكشو، وكانت تلقاها في العيون. هون وحدين افصل من هي، هون وحدين افصل من النوها. لما لا تهبطوا وتشهدوا لروسكم وتعطوها مليونين وتعطوها نيمرو 10 في 10 وتقولوا انها ما يخادم، وانتم نفس الوقت اعطيتوه لما اللي من مؤسسه العبيد اللي تقولوا له انتم التعاظم. لما لا هذا اخوتوني يا لطكم تشوفوا فيه، يا لطكم تشوفوا فيه. انا ونختار نقول لكم وكلمه اخيره، اعلن يلا النظام، يلا النظام يرد يده، يلا النظام يحلب بزول الرحمه بين الشعب وبين المواطنين، ويعدل العداله ويعدل المساواه ويخلي عنه. وهذا هذه شوف الشعب الموريتاني عنده الدوله الموريتانيه عندها 6 شيء زايد على شيء 30 وزاره، وهذه الوزارات ما تقدر تجبر اي مواطن اليوم مرتاح عليهم. هذا يفضح خلطه، يفضح. ولوا الى مؤسساتكم، خلوا عنكم المواطن البريء اللي مسيكن يفرش على راسه. الفو اترك لار يا اخوتوني، تقاوموا لانفسكم، عرفوا لكم مملي السلطه ما ليتم في ايديكم. الفوقاني 10 سنوات ولا ترجع على الهامش. يا اخي بذكر انما التذكره تنفع المؤمن. السلام عليكم ورحمه الله. يا جماعه تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحن راينا هون اليوم امام عداله نواذيبو، جايين اليوم معاذره للرئيس مكتب ايراء المرابط سيد محمود. نختاروا نمشوا هون رساله ونقول لكم علنا نختاروا لا العداله، نختاروا لا المساواه، وندوروا لا اطلاق سراح جميع السجناء هون في مدينه نواذيبو المرابط، والسجناء اللي في نواكشوط عبد الله ابو جوب واللائحه تطول. هذا هو اللي جايبنا هون اليوم، ومعروف على مبادره انبعاث الحركه الالتقائيه ايراء نضالها السلمي، ما هو نضال العنف. هؤلاء مترك وهذا البط وهذا التسيطير اللي هموا يقبضوا للناس. نحن ما لنا جايين ندور نضايقوا، لان جايين لين نبطوا رقاج، نحن جايين لين نوصلوا رسالتنا للحكومه الموريتانيه لعداله موريتان. هذا هو اللي جايبنا هون، لا جايبنا المشاكل ولا جايبنا العنف. نختار نوصلوا الرساله للنظام الحاكم، نظام الموريتاني محمد ولي الشيخ الغزواني واللي حويرثي وجميع الاطر اللي حاكمين هذا البلد. نختار نقول لهم على نحن ما ينظلم هون رقاج في موريتان يسوى منه، يسوى لو شنو ما وقفنا معاه ما عاثرناه. هذا هو جايبنا هون، ولا يتموا ماشيين فلانين نموتوا ان شاء الله. تحياتي. كما تراو الوقفه مستمره، الوقفه مستمره كما تراو لمناصره الرئيس المرابط المحمود. هذا تصريح الاخ علي البكار. الاجراءات اللي بندين طالبين عن تقام محاكمه عاجله للمرابط ويطلق سراحه، لان ما فما شيء موضوع عليه. هذا كامل تغطيه على فساد هذا النظام وللارقام الخياليه اللي كانوا يسمونها نهاراتهم. هذا احنا عارفين
غافلين عنه، ولا بد من يخلق لنا نوع من المسرحيات يتم التغطيه عليه بالارقام اللي ما انعكست لا عليه مواليد اللي مات منه 40% من الثروه المملكه. شباب قوموا عن الشقاع ما يجبر مواليد اللي هو مدينه اقتصاديه، هؤلاء يجبر موريتانيا الاخرى تعاني من الفقر ومن الجهل. منسق كيما تراعوا هذا البث ديريكت الوقفه الاحتجاجيه المنظمه حركه حراء مدينه نواذيبو حول محاكمه الرئيس المراقب محمود وتو كيما تراعوا. هذه مسافه بينكم انتم. يسوى في واحدين قلت متحاكم على الناس والله لا تتحكم على جاز عندكم مقبل بوزنتوا فيها حقوقكم الشرعيه تاخذون رغبة تعدل قدام قالوا صاحبه عن ما يتواصل عن ايكارتيه بسيطه. انا ما عرفت كم الحدث ما في شيء نقعد قاع نص ساعه. انصروا عن قدرون لا يقول لكم انصروا عن قدرون تعالين اعطيني تصريح وقفون سيد منسق نحن ما اجبرنا السلام عليكم ورحمه الله. متكلم عليه منسق رايهم على مستوى ولايه داخل نواذيبو. احنا اليوم واقفين قدام قصر العداله بمدينه نواذيبو تضامنا ومناصره رئيس مكتب ايران المرابط المحمود، وتضامنا ومناصره للسجناء الرعي اللي في نواكشوط. وهو نقدر نمشي رساله على ان هذا الظلم اللي متعرض له حركه ايران ظاهر على نفس الظلم اللي متعرض له الشعب الموريتاني. لقد احنا تحررنا من القيود اللي كانوا مدينين فينا من اجل كنا نوصلوا رساله المظلوم للجهات المعنيه، من اجل كنا نوصلوا رساله المظلوم بغض النظر على الظلم تعرضوا له نحن من الظلم ومتعرضين له من السجون. ونختار نقول النظام الفاشل لان حد قبضنوها وطاها نيمرو وطاها مليونين، معناه انه برهن على انه مظلوم. دعات اللي ما يخادم القانون ما هو حكم علينا اننا خادم انه قاصر وكانت مشغله ومعبده، والنظام بتنا على اللي قالت حركه ايران واللي وقفت في حركه ايران صادقه فيه وعنده فيه الحق. وعلى ذاك الاساس نختار نقول للنظام الحالي عن هذا ما هو هذا يزيد الازمات والظلم يكثر من الازمات. ورسالتنا للشعب الموريتاني والمواطن الموريتاني، انت ذاك اللي قاعد في دارك عندك مشكله في التعليم وعندك مشكله في الصحه وعندك مشكله في الماء وعندك مشكله في الضوء وعندك مشكله في العبوديه العصريه اللي نعانوا نحن منها كمواطنين وكشعب. كل مواطن موريتاني عبر عن رايه والظلم اللي متعرضين له نحن ايراويين. وهون لا نقول مولي عننا مطالبين هذا النظام اطلاق سراح سجناء الرعي وعلى راسهم الرئيس المرابط المحمود. والسلام عليكم. احنا جايين هون مقاومين على المرابط والسجناء الرعي كاملين طالبين الدور على ذات الصمود. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. الشباب طالبين بالعداله والحق للشعب الموريتاني والمرابط. نختاروا اصلا انا جاي اصلا قال هنا شيء لا يعطي وطبيعه الحال ما عندهم عدل لا عندهم شيء. نتكلم احنا عنه هناك لا قسم الظلم بشكل متساوي. احنا دول الظلم اللي مظلومين في المرابط والظلم امر الوزير قسم الظلم بشكل متساوي. بشكل متساوي قبل الروايه عن الروايه يعني روايه طبيعيه وانتم يعني ظلم لا شخص معين. هذا طبعا استهداف مسؤوليه بحث النعش كيما تراعوا عندنا بث مباشر حول محاكمة الرئيس المرابط محمود مدينة نواذيبو قصر العدل.
تعالوا تيجوا تكتبوا الراجل حاكمينه اللي اعلى من السياسه ما هو معدل شقات برافو الناس رافشي ولا يتسموا لا رافعي رؤوسنا وقضيتنا لا تشوف قدام الإراء والحقوق خارج البلاد قدام وهذا النظام دور يمشي كيف ما نمشي الليل قال لكم عدلوا نقصوا عن قدرهم تصعيد 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 قال كلمة أنا عجبتني والله يقول لك عذوك اخرت ما الحمد لله الله المرتبه شو ماسك لباس صلوا اخرتم مرحبا قالوا ذا قلت قايلوا انا راجع عنه ولا غير تصريح بمعنى معنا لمين جيبي بمعنى انه كان في المحكمه وحضر جزء من محاكمه الرئيس المراوط المحمود كل المشاهدين والمتابعين والناظرين ذا الجرى شنو؟ انا كنت في كل حال واخذ من المحكمه بعد عن تراجع رئيس المحكمه ودخل في عندي قال رئيس المراوط كلمه قلت فيها يصير طبعا عندنا نحن كاعضاء من حركه ثور الاراء ما قدرتم تشوفوا ظلمتم واقفين قاعدين يخرصوا الراجل قالوا المراوط المحمود اول شيء سابقنا نخوض في قضيه التفاصيل اللي حضرت له الناس كامله تعرف عنه مسجون ظلما وعدوانا تعرف عنه هون في لوبيات مدينه الوادي هم اللي محرضين يا كانوا ينحبس لانه ما هو كاب المويه لحد ولا هو خابط حد ولا هو جاي كلمه الخاصه للحق ولا رساله لحد يسوي شنو هو محكوم لان الراجل هو اللي قد يكسر شوكه النظام مرتين متتاليين مره الاولى 2019 جابرهم هون 12000 جبروا 15000 مره ثانيه 2026 اللي جابوا المال وجابوا الجاه وجابوا الفضه وجابوا ازم الشيخ اياه وجابوا رجال الاعمال وجابوا هل السند وهل الهند وجابوا الفضه يكروا بها ويرشوا ويخوفوا ويراقبوا ويراهبوا هذا كامل حزبهم شيباني عنده 74 سنه ينقال لهم المرابط المحمود هون في مدينه الواديبو دارك كفافهم التحت وبالتالي عادت الدوله هذا الراجل اللي قد يهزمهم هون عادت الدور تعدل له ملف سياسي تحبسوا به اياه كان تردوا عن اقواله ولا تردوا عن افعاله ولا تردوا عن مناصره ومتابعه النضال ذي الحركه الالتقائيه للاراء وذي الحزب قيد الترخيص اللي قالوا حزب الرق هو الهدف الاساسي منه لان مرابط ما قطع عدل شخاصر واحد من هنواديبو خلاقه هون وكابر هون ولحق فيه ذرقد من 78 القضيه الاخرى كنت حالا داخل قاعه المحكمه وعيط المرابط عندي الملف وكان هو الملف الثاني فم والمحمود وسولوا عن الخطاب الرجال قالوا عنه عن الخطاب العنصري قالوا انا ما عدت خطاب عنصري يا خير قلت حقيقه خالقه وارده ويعرفوه الموريتان كاملين مش يعرفوه الناس كامله والقاسي قبل الداني نعرفوا عنه هون نقبضوا عدلوا دفعه من الشرطه من ضباط الجيش وضباط الشرطه تعود 98 منهم بيضان وينقبض حرطاني واحد والله 2 يشترك سن فينها وخير دليل عن الولات كاملين بيضان هون والأمة بيضان وهاو كوميسارات في نواديبو كاملين ما فيها كوميسارين من الحراطين ولا والمجلس الشهوي ما عليه حرطاني والبلديه ما عليه حرطاني والنايب ما عليه حرطاني والحراطين ذوكم مهمشين هون بالترحيل ذوكم يخبطهم البرد في البرقه واحد منهم منين يقبض كي ماشي في البحر لا تقبضوا جماعه من البيضان من النظام ما لنا خايفين ما لنا قايلين حبسونا وسعوا حباسكم قال المرابط نحن قايلينه وقويلينه واللي يتم مراه الى يوم الدين ولا يخلعنا الاحباس ولا يردونا الاحباس انهم يمشوا بحاره في البحر ماشيين ينقعد لهم هون واحد مصراط تم يقول لهم ذيك ريجي وذيك بي ار وذيك ما لحقت وذيك لحقت هذا ظلم
ظلم للمهمشين وعلى راسهم الاحراطين بين اللي هما اكثر من في متهميش. اذا قالوا المرابط والمحمود وقايلوا عانوا هون وقايلوا نحن العراق كاملين قايلينه ولا يوسعوا حباسهم. والمرابط اللي داروا لي 20 سنه ندور ناخذ رومان ونعدل الفيديو اطم من الفيديو اللي قال المرابط وندور ونقول فيه كلام اطم من الكلام اللي قال المرابط. بين الاحراطين ما تخاف الى حد عن المهمشين، ما تخاف الى حد عن اولادهم اذا كانوا ملاني منهم الاحباس بسبب التهميش، بسبب الظلم، بسبب القهر، بسبب عنهم واحد ما عنده باش يوكل وواحد ما عنده باش يشرب ويظل ما عنده باش يشرب. لا يرجعوا الاكتتاب هاد كامل اللي تعدلوا الدوله تعدلهم من شريحه واحده وتعدلهم من مكون واحد. جميع الاكتتابات اللي تعدل جميع الاكتتابات تعدلهم من شريحه واحده وتعدلهم من لون واحد. وهذا مرفوض. رافضينه الاحراطين ورافضينه معاهم البيضان ورافضينه الكوار ورافضينه الزناقه ورافضينه المعلمين ورافضوا اللي بو اللي بلابو واي حد فيه ذره من الانسانيه لا دول يرفضوا. ولا هو اللي قال المرابط المحمود هو اللي محبوس عليه ونحن هون هو اللي قايلين عن المرابط وقف اليوم راسه شامخ ووجهه ما في قفاه ولا هو راجع بين يعرف عنه ماشي الى كلمه الحق ويعرف عنه اذا قال الحق ويعرف عنه راجل السبعيني. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتي ما بين 60 و 70 وعرف عنه نين يلقى مولانا يسوى لقاه في الحبس لا يلقاه متمونك وبارد جلو هو وتركته اللي هون. شكرا. ما زالت الوقفه الاحتجاجيه متواصله متضامنه مع الرئيس المرابط المحمود كما تراعوا في البث المباشر. ما زالت الناس واقفه ناظره لقضيه الرئيس المرابط المحمود وقضيه سجناء الراي في حركه إيراه. لازمنا ننتظروا نطق الحكم على الرئيس المرابط المحمود. كيف ان لم يجيب يخاولنا ما فهم قال انهم يسولوا لانه طردوا القاضي من المحكمه اللي عذروا على انه بعض قال الرئيس عنه قايلين زادوا الناس وتنتظر نطلب الحكم كما تراعوا. تراعوا جاوا المدعيات وجاوا الشباب جات ناس كامله مع الرئيس المرابط محمود. ان شاء الله زادت الجمعيه تزداد رغم على ذنب امن لانه يحاول على انه ما يخلي الناس تكسر لا يكثروا يطايرهم يرجعوا مولي والتوبه زادت الوقفه مستمره. اسمع ورده كيما من هو؟ صورتك مقلوبة تقدر تروح بالك ماشي بالك إجابة أنا سابق لا يكافئوا معي الحق. زلنا في تغطية مستمرة للوقفة الاحتجاجية. صار حركة على مستوى مدينة تونس بناصرة سجناء الراي على راس رئيس المرابط المحمود الذي ينزل الآن أمام القاضي. ونحن إن شاء الله ثبات
المنسق ما عطيتي تصريح عن المنسق الحركه على مستوى راشد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا الكريم. انا لا يتم دائما رسالتي رساله موجهه للشعب المغربي. اولا نبغي نفهم الشعب انه يلتزم ينسجم يعرف عنا. احنا عده رسائل نبينوه ونوضحوهم للراي العام، خاصه الراي الوطني، ان هذا النظام عنده غزو فكري للشعب، ان هذا النظام ما يقدر يستمد قوته ولا يقدر يستمد طغيانه ولا جبروته ولا ذل منهجه للمواطن البسيط ما هو بالتوفيق الشعب. نحن بتنطينا ياسر من القضايا اللي تبرهن لان النظام عنده شيء قالوا غزو فكري وعنده ذا الصراع الفئوي، انه هو اللي يسعى انه يفرق الشعب الميتان، ان يعدوا الى طوائف الاحراطيين والبيوان والكبار، لان هي اللي في صالحه لا يتم مدفي بمكون البيوان ويذبح ويمسح في دم الذبيحه. هذا من دور الشعب الميتاني يوعي القضيه، يعرفوا ان النظام انه عدو للجميع، عدو للابيض وعدو للاخضر وعدو للكوري وعدو للحمراني، لانه يدمرهم بالافكار الراشئيه الخطيره اللي ما تبني المجتمعات ولا تبني الدول. ما الله اللي يجسد فيهم تكريس للغزو الفكري اللي يوحي الى السلطه الدكتاتوريه، الى السلطه العنصريه، الى تمنج الظلم، تمنج الاستبداد، تمنج الاستحقاق. لذلك يجب على الشعب الموريتاني كامل، خاصه هذه الشحنه اللي طارس للنظام، هذا الغضب اليوم الشارع، هذا كل حد يحس بالظلم، وهذا لا يعد ظلم شارع الحين. نقول للشعب الموريتاني انه يتماسك. النظام لا ينجح في الفكره اللي عنده، هو ياسر من العمل يعدل النظام باسمه وينسبوا ذيك الافكار العنصريه ويجسدها بالفعل اللي يعدل بافكاره. نحن شفنا هذا الصيد التقليدي كما تكلم معك احد الزملاء، تكلم قضيه فيه وتكلم على ياسر من المشاريع اللي تتقلد اخوتنا البيوان والصحه، يقال هذا غزو فكري يعدل النظام، يمول مكون البيوان. اياك انه الصبح يقول الاحراطي يشوفوا البيوان هم اللي عندهم وتردد حقاني ان البيواني واكل حقه، ان البيواني عنده هذا امر ندبر بليل، هذا غزو فكري يعدل النظام. اياك انه ملي يعود البيواني ملي عنده ردة فعل ان الحرطاني عدو وانه قال هو عنده هو البيواني هو طار النظام عدله قصده. هذا نوع من التكتيك، ونوع من الاعمال الخبيثه جدا، وهي زرع الكراهيه وزرع الفتنه وزرع العنصريه وزرع التفرقه بين الشعب. النظام ارضى عنه هو حتى فهم قضيه يتبناها بعض من اخوتنا الكبار بينهم هم والبيوان ما بينهم شيء. ذيك المذبحه العريقه اللي عدل النظام، عدلها باسم الزلوج، معدلها النظام مال من البيوان برياء منه وندوا فيه كيما نددنا احنا بيه وبرياء منه. معدل النظام يقال بسع فيهم بدم الذبيحه ويقولوا الكبار ما يبقوكم انتم الحراطي وانتم البيوان والحراطي والكبار، يعرف عنهم ذريتهم بعضهم بعض، ويعرف عنهم جزء، ويعرف عنهم مده واحده، ويلا يتمسكوا بذاك اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يلا يتمسكوا بقضيه المؤمن اخو المؤمن، ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اخي الصامر هو المؤمن، سواء لا يعود نصراني، لا يعود عربي، لا يعود سينيالي، لا يعود شنو هو؟ هذا هو المسلم اخو المسلم. ما لنا هاي التفرقه اللي معدل النظام للشعب اللي خلاك خطاباتنا وياسر يفهمها، انا خطابات عنصريه والله شرائحيه والله قبليه، بهذا العمل اللي يسعى هو فيه ويروق ينجح فيه من خلال غضب الشعب. هذا هو اللي لا ينجح من خلال غضب الشعب، هو اللي لا ينجح هو بها. قضيه النهى اللي قلنا عنها قضيه يندلها الجميع، ويا الله الابناء الخير الكامل يخير البلد من بيضان ومن حراطين ومن كورو، يلا يقولها. قلنا عن قضيه النهى انها قضيه ذكيه مثل القضاء والقانون، انها عبوديه بحته، ولا تقاضى القانون عنها. لا شخصا القضيه قضيه اخرى هي قاصر، ولكن ينطبق ذيك الاحكام اللي توحي للقاصر، ذيك الاحكام القانونيه والمواثيق الدوليه اللي ابتنات لحكم القاصر، اللي نحكم عليها على قاصر. لماذا يعود القانون؟ هذه الناس اللي ثبتت عليهم الادله كامله الحوزه على المستعبدين اللي يلا يعودوا اليوم ردى، يلا يعودوا اليوم ابره للاخرين، يوخاوهم من الباب الاخر على من فوق مرفوعين الرؤوس
ويطرسهم ويقبض الناس المبلغين اللي يلا عندهم حمايه قانونيه يلا عندهم حمايه شرعيه يقبضوا وينسجنوا بالسجون. هذا هو تحدي النظام. اتحداكم تحدي ذكري. قال يا الناس اللي تدافع عن الحقوق سواء من الديوان وسواء من الحاج وسواء من الكبار اللي دافع عن الحقوق خارج العنصريه والتوطئه لمن النسيج الاجتماعي خارج النظام. اليوم الشعب يوقف والقايل مرابط رانا قايلين يوقف الشعب كامل ويزيح عنه ذا النظام لان النظام ما يخدم النسيج الاجتماعي ولا يخدم الوحده الوطنيه ولا يخدم الاخاء ولا يخدم اتفاق موريتان. مفرق موريتان بافكاره الخبيثه الرشيه العنصريه الفاصله واللي يقولوا عن العراق كما قلنا عن العراق ذات خلقت والزعيم بيراول الدابه والابيد ذات خلق وهو الرجل اللي أورث بمواقفه ودفاعه اللي ما يتراجع عنه. وإيران اللي نقولوا عنها هي اللي كسرت القيود وهي اللي حرت العقول وحرت الشعب والناس اليوم هذا لا يرى وخارجه لا يرى ولا عنده الانتماءات القبليه لا القضيه لا الجو. تحيات الجو. السلام عليكم. السلام عليكم. Baye wi ɗon tan ko Mourtannaɓe kono mbawi darɗo c'est message adressé président de la République Hamidou Cheikh Bazoum avec le ministre de la justice yoɓe ƴeew justice Mauritanie eyo donc mbawmi wiide tan ko sukaɓe Mauritanie naaɓe kono mbawi tan dara ɗon ha tiiɗon ɗum ɗo c'est concernant pour tout le monde ala capara boɗeje ala haalpulaar ala haddade ala jolfo asa eyo tan ko mbi noon mo yiyantaki Mauritanie laamu yimɓe wulani goto donc soɗo mbawi tan darɗon Mauritanie naaɓe soɗo mbawi darɗon ala debbo ala gorko ɗeɗo sokkaɓe marabaden warden e autre aɓe keewi a wawi limɗiɗi juuma soɗo mbawi darɗon Fuutanko mbima neɗɗo dogata gila jikkoyngal donc min mbawi wiide ko darɗon sukaɓe Mauritanie ala debbo ala gorko darɗon en ngala probléme c'est division pour de l'état yiɗi divise meɗen ene oto jaɓen ɗum ɗon mbaɗen solidarité mbaɗen uni mbaɗen ɗum koye famtade onon jaɓen neɗɗo ara fecce meɗen e ko jiiɗen eɗen jogui sini eɗen jogui liɗɗi ngala fof ken ngala jiita e koye meɗen caloɗen enen ken ɓiɓɓe leydi ken Mourtanaɓe 100% ken ɓiɓɓe leydi eɗen jogui droit heɓde haqqe meɗen haqqe noon tawata ko e nder galle ko an kebta donc oɗon message ko tuuɗe Mourtanaɓe fof yo gandu ko yimɓe gullata jamma e ñalawma suba hakkille ko ko yimɓe daro mo yiya gulantaji donc عندي رسالة نوصل لموريتاني واحد موريتاني يقول أنا يرى أنا عنصري يرى ما عنصري عنصري النظام هو البارتاي النظام هو العنصري يعني يلقى مرابط احنا كامل القايلين وحقيقي البيضان مهمشين الضعفاء منهم مهمشين ونحن البيضان ونطور خود ولا فرقنا حد والنظام كل هذا يصرف هو الاستثمار كل نهار عنده اللي يجيبه غير ما قطع حد منهم اي طلوب ما قطع اي طلوب وساكر السيد الباس وساكر الصحفي كاملين يجيبوا اليد كاملين شاكروا شكرا. تواصل تغطية هذا البث المباشر حول الرغبة الاحتجاجية المناصرة للرئيس المرابط المحمود ولجميع معتقلين الرأي في مدينة نوادي. كما تراعوا جميع المناضلين متوقف. كما ترى البث المباشر تتواصل التغطية ما زالت. زال وجميع تنتظر جهة الحكم كما ترون.
الأخبار. جيرك تصبح صباح والله شربي صبحتك إلى الميوان صباح كيما تراو ابونا اشتاق مستمرة. وصار كبار يا اخي ني محاول حد بارك صفر على الدنيا برد دابا ستاري ما ساعه اخي ستاري ما تعرف صح لا الروحة قسم أنا الروحة لا قسم لا الروحة أنا ماشي ما لقيت ايش ما فات محكمة والله أنا ماشي ضرب بعدين أنا راح Thank you.